في هذا الفيديو سنأخذكم في رحلة مثيرة لاستكشاف أفكار كتاب فن اللامبالاة بأسلوب سهل ومبسط. سنتعرف معا على أهم الدروس التي يقدمها هذا الكتاب لتحسين طريقة تفكيرنا وحياتنا. إذا كنت تشعر أنك تهتم بكل شيء حولك حتى تصل إلى التعب النفسي، فهذا الفيديو سيساعدك على فهم كيف تختار الأشياء التي تستحق اهتمامك فعلا. قبل أن نبدأ في شرح أفكار الكتاب أدعوكم للاشتراك في القناة لدعمنا، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد من ملخصات الكتب المفيدة. نحن هنا نحاول تبسيط أهم الكتب العالمية لتكون متاحة للجميع بأسلوب مشوق. فالكتاب الذي سنتحدث عنه اليوم غير طريقة تفكير ملايين الناس حول العالم، وهو كتاب يعلمنا كيف نوجه طاقتنا نحو الأشياء التي تضيف قيمة حقيقية لحياتنا. في زمن السرعة والضغوط أصبح من المهم أن نتعلم فن التخلي عما لا يستحق اهتمامنا. لذلك سنتوقف مع أهم الأفكار التي يقدمها الكتاب بشكل واضح ومبسط، وسنحاول معا فهم كيف يمكن لهذه الأفكار أن تغير نظرتنا للحياة. كما سنرى كيف يتعامل الناس الناجحون مع الضغوط والتحديات اليومية، وكيف يختارون بوعي الأمور التي يستحق أن يبذلوا من أجلها الجهد والوقت. وفي نهاية هذا الفيديو ستكون قد اكتسبت فهما أعمق لمعنى فن اللامبالاة الحقيقي، وستكتشف أن السعادة ليست في الاهتمام بكل شيء بل في الاختيار الصحيح. فإذا كنت تحب محتوى تطوير الذات وملخصات الكتب فهذه القناة خلقت من أجلك. لذلك لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب دعما لهذا المحتوى، وفعل زر الجرس ليصلك كل فيديو جديد نقدم فيه أفكارا تغير طريقة تفكيرك. والآن هيا بنا نبدأ معا في استكشاف أهم أفكار كتاب فن اللامبالاة بتركيز وحماس. يبدأ الفصل الأول من كتاب فن اللامبالاة بفكرة صادمة تخالف كثيرا مما نسمعه عن السعادة والنجاح في الحياة. فالمؤلف يرى أن مشكلة العصر الحديث ليست قلة الفرص بل كثرة الأشياء التي نحاول الاهتمام بها، ويؤكد أن الإنسان لا يستطيع أن يهتم بكل شيء حوله دون أن يستنزف طاقته النفسية. لذلك فإن الفكرة الأساسية في هذا الفصل هي أن الاهتمام الزائد بكل الأمور يؤدي إلى التعاسة والإرهاق. ويشرح المؤلف أن المجتمع الحديث يحاول دائما إقناعنا بأننا يجب أن نكون سعداء وناجحين طول الوقت، ولكن هذا الضغط المستمر لتحقيق السعادة قد يجعلنا نشعر بأننا فاشلون عند أول عقبة. ويوضح أيضا أن الحياة طبيعيا مملوءة بالمشاكل والتحديات التي لا مفر منها. لذلك فإن محاولة الهروب من المشاكل ليست هي الطريقة الصحيحة لعيش حياة أفضل، بل يقول المؤلف إن الحل الحقيقي هو أن نتعلم كيف نختار المشاكل التي نريد أن نواجهها. فكل إنسان في هذه الحياة لا بد أن يعاني من نوع معين من الصعوبات، ولكن الفرق بين الأشخاص يكمن في طبيعة المشاكل التي يختارون التعامل معها. فهناك من يختار مشاكل تقربه من أحلامه وأهدافه في الحياة، وهناك من يغرق في مشاكل صغيرة لا تضيف لحياته أي قيمة حقيقية. ويقدم المؤلف أمثلة عديدة للناس الذين يستنزفون أنفسهم في أمور لا تستحق كل هذا الاهتمام، ويحذر من خطر السعي الدائم لإرضاء الجميع أو محاولة إظهار الحياة بشكل مثالي أمام الناس. فهذا النوع من السلوك يؤدي في الغالب إلى الضغط النفسي والشعور المستمر بعدم الرضا. ويشير الكتاب إلى أن التقبل الصادق لنقاط ضعفنا هو خطوة مهمة نحو النضج النفسي. كما يوضح أن الاعتراف بأننا بشر غير كاملين يساعدنا على التعامل مع الحياة بواقعية أكبر. ومن هنا تظهر فكرة فن اللامبالاة التي تدعونا إلى ترك الأشياء التافهة والتركيز على الأمور المهمة. ويختم الفصل الأول بالتأكيد على أن الحياة الأفضل لا تأتي من كثرة الاهتمام بل من حسن الاختيار. فعندما ندرك أن طاقتنا محدودة سنتعلم كيف نوجهها نحو ما يستحقها فعلا. وبهذا يكون الفصل الأول قد وضع الأساس لفهم الفكرة الكبيرة التي يقوم عليها هذا الكتاب. يتناول الفصل الثاني من كتاب فن اللامبالاة فكرة مهمة تتعلق بكيفية تعاملنا مع المشاكل والتحديات في الحياة. يوضح المؤلف أن الحياة بطبيعتها لا تخلو من الصعوبات، وأن كل إنسان يمر بتجارب مؤلمة أو محبطة في مراحل مختلفة. ولكن الفرق الحقيقي بين الناس لا يكمن في وجود المشاكل بل في طريقة التعامل معها. يشير الكتاب إلى أن بعض الناس يحاولون تجنب المشاكل بشتى الطرق، ظنا منهم أن ذلك سيجلب لهم السعادة. إلا أن المؤلف يؤكد أن الهروب من المشاكل لا يحلها، بل قد يجعلها أكثر تعقيدا مع مرور الوقت.
ويبين أن التقدم في الحياة يتطلب منا القدرة على مواجهة المشاكل والتعلم منها. فالمشاكل ليست عائقا أمام النجاح، بل هي جزء طبيعي من طريق التطور والنضج. يشرح المؤلف أيضا أن الشخص الذي يبحث عن حياة خالية من المشاكل هو في الحقيقة يبحث عن وهم لا وجود له، لأن كل إنجاز كبير في الحياة يأتي بعد مرحلة من الجهد والتعب والتحديات. ويوضح الكتاب أن الناس الناجحين لا يختلفون عن الآخرين في وجود المشاكل في حياتهم، ولكنهم يختلفون في طريقة النظر إلى هذه المشاكل والتعامل معها بوعي أكبر. فبدلا من الشكوى المستمرة، يحاولون فهم الدروس التي يمكن أن يتعلموها من كل تجربة. كما يؤكد المؤلف أن الشعور بالألم أو الإحباط أمر طبيعي لا ينبغي أن نخجل منه، فهذه المشاعر جزء من التجربة الإنسانية التي تساعدنا على فهم أنفسنا بشكل أفضل. ويذكر الكتاب أن تقبل الألم في بعض الأحيان قد يكون خطوة ضرورية لتحقيق التغيير، لأن الإنسان في كثير من الأحيان لا يبدأ التغيير إلا بعد أن يدرك حجم المشكلة التي يعيشها. ومن خلال هذا الفهم يتعلم الإنسان كيف يوجه جهوده نحو الأشياء التي تستحق المحاولة. ويشير المؤلف إلى أن القوة الحقيقية لا تكمن في تجنب المشاكل بل في القدرة على مواجهتها بشجاعة. فعندما يتعلم الإنسان كيف يتعامل مع التحديات يصبح أكثر قدرة على التقدم في حياته. وبذلك يؤكد الفصل الثاني أن النضج الحقيقي يبدأ عندما نتوقف عن الهروب من الصعوبات ونبدأ في فهمها ومواجهتها. وهكذا يدعونا هذا الفصل إلى تغيير نظرتنا إلى المشاكل ورؤيتها كفرص للتعلم والنمو. يتناول الفصل الثالث فكرة أساسية تتعلق بمعنى القيم التي نؤمن بها في حياتنا. يوضح الكاتب أن طريقة عيشنا لحياتنا تعتمد بشكل كبير على القيم التي نقرر أن نتبناها. فالقيم هي المعيار الذي نقيس به النجاح والفشل والرضا عن أنفسنا. ويشير المؤلف إلى أن كثيرا من الناس يبنون حياتهم على قيم غير صحيحة أو سطحية، مثل السعي الدائم لكي يكونوا محبوبين من الجميع أو مقارنة أنفسهم بالآخرين. ويؤكد أن هذه القيم قد تجعل الإنسان يعيش في حالة مستمرة من القلق وعدم الرضا، لأن رضا الناس عنك ليس شيئا يمكن التحكم فيه بشكل كامل. ولذلك يدعو الكتاب إلى إعادة النظر في القيم التي نعيش وفقها، ويشجع على اختيار قيم أكثر واقعية وصحة في الحياة. من هذه القيم الصحيحة قيمة التطور الشخصي والتعلم المستمر. فالشخص الذي يجعل التعلم قيمة أساسية في حياته سيكون أكثر قدرة على تحمل الأخطاء، لأنه يرى في كل خطأ فرصة للتعلم وليس دليلا على الفشل. ويوضح المؤلف أن القيم الصحيحة هي التي تكون تحت سيطرتنا، أي أنها لا تعتمد على آراء الآخرين أو ظروف خارجة عنا. فعلى سبيل المثال، يعد السعي للتطور قيمة يمكن التحكم فيها، أما السعي الدائم لكي يكون الجميع معجبين بك فهو أمر لا يمكن ضبطه. ويبين الكتاب أن الاعتماد على قيم خاطئة يجعل الإنسان أسيرا لمشاعر الإحباط والتوتر، فبمجرد أن يفشل في تحقيق تلك القيم يشعر بأنه لا يستحق النجاح أو السعادة. أما عندما يختار الإنسان قيما صحيحة فإنه يصبح أكثر استقرارا ووضوحا في حياته، ويتعلم كيف يقيم نفسه بطريقة أكثر عدلا وواقعية. كما يصبح قادرا على اتخاذ قرارات أفضل لأنه يعرف ما الذي يريده حقيقة. ويختم هذا الفصل بالتأكيد على أن اختيار القيم الصحيحة هو خطوة أساسية في طريق عيش حياة أكثر توازنا ومعنى. يركز الفصل الرابع على فكرة أساسية وهي أن مشاكل الحياة لا تنتهي، بل تتغير مع تغير مستوى حياتنا ونضجنا. يوضح الكتاب أن الناس يعتقدون أنهم سيصلون يوما إلى حياة بلا مشاكل، ولكن الحقيقة أن الحياة نفسها مبنية على وجود المشاكل والتحديات. فكلما حللت مشكلة في حياتك ظهرت مشكلة جديدة تحتاج إلى فهم وتعامل أكثر نضجا. يشير الكتاب إلى أن السؤال الحقيقي ليس كيف نزيل المشاكل من حياتنا، بل كيف نختار المشاكل التي نستحق أن نعاني من أجلها. فالإنسان الذي يريد النجاح في عمله سيواجه ضغوطا وتعبا ومسؤوليات كبيرة، والإنسان الذي يريد علاقة عاطفية ناجحة سيتعلم التفاهم والصبر والتنازل أحيانا. لذلك فإن كل هدف جميل في الحياة يحمل معه نوعا معينا من المشاكل التي يجب أن نتقبلها. يؤكد الفصل أن الناس الذين يشعرون بالرضا في حياتهم هم الذين تعلموا أن يختاروا مشاكلهم بوعي، فهم لا يهربون من المعاناة، بل يختارون معاناة لها معنى وقيمة في حياتهم.
كما يذكر الكتاب أن السعادة لا تأتي من تجنب المشاكل، بل من تجاوزها والنمو من خلالها. وعندما يفهم الإنسان هذه الفكرة يتوقف عن الشكوى الدائمة من صعوبات الحياة، ويبدأ بدلا من ذلك في التركيز على النوع الذي يريده من التحديات في مستقبله. يشدد الفصل أيضا على أن تحمل المسؤولية الشخصية هو جزء مهم من هذه الفلسفة، فعندما ندرك أننا نحن من يختار أهدافه ومشاكله، نصبح أكثر قدرة على السيطرة على حياتنا. وبدلا من لعب دور الضحية، يبدأ الإنسان في التفكير كشخص قادر على التغيير والتطور. كما يذكر الكتاب أن النضج الحقيقي يظهر عندما يتعلم الإنسان التعامل مع المعاناة بحكمة. فالحياة ليست مسابقة للوصول إلى الراحة الدائمة، بل رحلة من التحديات والدروس. وكلما كانت التحديات التي تختارها مناسبة لقيمك وأهدافك، كانت حياتك أكثر معنى. ومن خلال هذا الفهم يتعلم الإنسان أن ينظر إلى المشاكل ليس كعقبات، بل كفرص للتعلم والنمو. وهذا هو الدرس الأساسي الذي يريد الفصل أن يوصله: اختر مشاكلك بحكمة، لأنها هي التي ستشكل حياتك في النهاية. يوضح الفصل الخامس أن الإنسان لا يستطيع أن يهرب من المسؤولية حتى لو لم يكن سببا في المشكلة. فقد تكون الظروف خارج سيطرتنا، ولكن طريقة تعاملنا معها تبقى دائما اختيارا شخصيا. يؤكد المؤلف أن تحمل المسؤولية هو أساس النضج النفسي والنجاح في الحياة. فعندما يرفض الإنسان تحمل المسؤولية، فإنه يسلم حياته للظروف والآخرين. أما عندما يقبل المسؤولية، فإنه يستعيد سيطرته على قراراته ومسار حياته. يضرب الكتاب أمثلة لأناس مروا بتجارب قاسية ولكنهم اختاروا أن يتعلموا منها بدلا من الاستسلام لها. ويبين أن اللوم الدائم للآخرين لا يغير الواقع ولا يحسن المستقبل. فالطاقة التي نضيعها في اللوم كان يمكن أن نستخدمها في إيجاد الحلول. ومن أهم أفكار هذا الفصل أن المسؤولية لا تعني الشعور بالذنب، بل تعني الاعتراف بأن لدينا قدرة على الاستجابة والتغيير. فالفرق بين الضحية والشخص القوي هو كيفية التعامل مع المشاكل. الشخص الذي يتحمل المسؤولية يسأل دائما: ماذا يمكنني أن أفعل الآن؟ أما الشخص الذي يهرب من المسؤولية فيبقى غارقا في سؤال: لماذا حدث لي هذا؟ يشير المؤلف إلى أن الحرية الحقيقية تأتي مع تحمل المسؤولية. فكلما تحملنا مسؤولية قراراتنا، أصبحنا أكثر قوة ووضوحا في حياتنا. كما يوضح أن الناس الذين ينجحون لا ينتظرون الظروف المثالية، بل يبدأون بالعمل بما لديهم من إمكانات وفرص. ومع كل خطوة يتحملون مسؤولية نتائجها سواء كانت نجاحا أو فشلا. فالفشل ليس نهاية الطريق بل جزء طبيعي من رحلة التعلم والنمو. وعندما ندرك هذه الحقيقة نصبح أقل خوفا من التجربة وأكثر استعدادا للتطور. وهنا يختم الفصل فكرته المهمة بأن حياتنا لن تتغير حتى نقبل مسؤوليتنا عنها كاملة. في هذا الفصل السادس يوضح المؤلف فكرة مهمة، وهي أن الإنسان لا يكتسب الحرية الحقيقية إلا عندما يقبل حدوده ونقصه البشري. يبين هذا الفصل أن البشر ليسوا كاملين، وأن محاولة أن نكون مثاليين في كل شيء تسبب لنا الإرهاق والإحباط. فكل إنسان لديه نقاط قوة ونقاط ضعف، وتقبل هذه الحقيقة يعد خطوة مهمة نحو النضج النفسي. يؤكد المؤلف أن المشكلة ليست في أننا نخطئ، بل في أننا نرفض الاعتراف بأخطائنا. فعندما يعترف الإنسان بخطئه، فإنه يفتح لنفسه باب التعلم والتحسن. أما عندما يصر على أنه دائما على حق، فإنه يغلق أمام نفسه فرص النمو والتطور. ويشير الفصل إلى أن الكبرياء الزائف يعد أحد أكبر العوائق التي تمنع الإنسان من التغيير. فالإنسان الذي يعتقد أنه يعرف كل شيء لن يتعلم شيئا جديدا أبدا. ولذلك يدعونا المؤلف إلى أن نكون أكثر تواضعا في أفكارنا ومعتقداتنا. فمن الطبيعي أن نخطئ، ومن الطبيعي أيضا أن نغير آراءنا مع الزمن. يوضح الفصل أن التشبث الأعمى بالأفكار القديمة يمكن أن يقيد تقدمنا في الحياة. فالحكمة الحقيقية تأتي من القدرة على مراجعة أنفسنا وتصحيح أخطائنا. كما يشير الكتاب إلى أن الإنسان الناضج لا يخاف من الاعتراف بجهله في بعض الأمور، بل يعتبر ذلك فرصة للتعلم وتوسيع معرفته. وعندما نقبل حدودنا البشرية، نصبح أكثر هدوءا وواقعية في تعاملنا مع الحياة. فلا نعود نسعى للمثالية المستحيلة،
بل نركز على التحسن التدريجي. وهذا ما يجعل الإنسان أكثر سعادة ورضا عن نفسه وحياته. فالاعتراف بالخطأ ليس ضعفا كما يظن بعض الناس، بل هو دليل على القوة والنضج. ويختم هذا الفصل فكرته بأن التقدم الحقيقي في الحياة يبدأ من الشجاعة في مواجهة أخطائنا وتقبلها. وعندما نتعلم هذا الدرس، نكون قد خطونا خطوة كبيرة نحو حياة أكثر وعيا وتوازنا. في الفصل السابع، يوضح المؤلف أن القدرة على الفرز بين المساعد الحقيقية والمهملة في حياتنا هي أساس السعادة والنضج. يبين أن الناس كثيرا ما يفسرون كل مشكلة أو خطأ أنه نذير شر في حياتهم، ولكن الحقيقة أن بعض هذه المشاكل هي فرص للنمو والتعلم. يؤكد الفصل أن الإنسان لا يستطيع أن يتجنب كل الألم، ولكن يمكنه أن يختار ما الذي يهتم به وما يتجاهله. فالألم والإحباط هما جزء طبيعي من الحياة، والفرق في كيفية تعاملنا معهما. ويوضح المؤلف أن الشخص الذي يمارس اللامبالاة بوعي يعرف أين يستثمر طاقته ووقته، فهو يفهم أن الإهمال للأمور التافهة يمكن أن يمكنه من التركيز على ما هو أكثر أهمية. ويشير الفصل إلى أن النجاح والرضا لا يأتيان من التجنب، بل من الاختيار الذكي لما يستحق التوجه إليه. كما يؤكد أن قدرة الإنسان على تحمل المسؤولية عن أخطائه وفي تركه للأمور التافهة هي مفتاح سعادته. يبين أن التوجه دائما نحو كل شيء صغير أو عاطفي يولد الإرهاق والإجهاد النفسي. وفي نفس الوقت، يدعو الفصل أن نقيم قيمنا وما نعطي أهمية حقيقية فيه. يشير أن الشخص الذي يرى أن كل شيء مهم يستنفذ طاقته في أمر واحد ويهمل أمورا أكثر قيمة. ويؤكد أن الفرق بين الإهمال الذكي والتهاون هو وضع حدود وتعلم ما يستحق الانتباه. فالشخص الذكي يعرف أنه لا يستطيع أن يحافظ على كل شيء، وهذا قبول حقيقي. ويوضح أن الإهمال للأمور المتفاهمة يمكنه من التركيز على النمو والتطور الشخصي. ويشدد على أن الترك والامتناع عن التوجه لما لا يستحق طاقتك هو صفة مهمة في الحياة. كما يتضمن الفصل أن النجاح والسعادة يأتيان عندما نعرف أين نستثمر وقتنا وطاقتنا. ويبين أن هذه الفكرة تساعد على تقليل الإجهاد النفسي وتحسين الواقع اليومي. ويختتم الفصل بتشجيع القراء على تحديد ما يستحق اهتمامهم وما يمكن تركه بواعية. وبذلك يصبح الإنسان أكثر وضوحا وتوازنا في حياته وقدرته على اتخاذ القرارات الصحيحة. في هذا الفصل الثامن من كتاب فن اللامبالاة للمؤلف مارك مانسون، يوضح المؤلف أن سعادة الإنسان لا تأتي من التجنب المستمر للمشاكل، بل من التفكر فيها واختيار المشاكل التي تستحق طاقتنا. يشير أن الإحباط والألم جزء طبيعي من الحياة ولا يمكن تجنبه. فالفرق بين النجاح والفشل لا يقع في وجود المشاكل، بل في كيفية تعاملنا معها. ويوضح الفصل أن الناس يضيعون طاقتهم في التوتر حول أمور لا يستحقون الهم فيها. وكيفما يتعلم الإنسان أن يفرق بين المهم والغير مهم، يزيد سعادته وواقعيته في حياته. يؤكد المؤلف أن تعلم القدرة على القبول بالحقائق وتحمل المسؤولية هو مفتاح للنجاح. ويبين أن الاستمرار في الشكوى والاعتراض على كل شيء يؤدي إلى فقد الطاقة والوضوح. فالإنسان الذي يتعلم أن يحدد أهميته ويركز عليها يحقق نتائج أفضل. ويشدد الفصل على أن قدرة الإنسان على الاختيار وتحمل المسؤولية هي مفتاح الحرية. ويوضح أن الاهتمام بالأمور التافهة يسبب تلفا نفسيا ويشوش على صحة الفكر. ويبين أن النجوع والاستقرار العاطفي يتحققان عندما نعرف أين نستثمر طاقتنا وقلبنا. ويشير الكتاب إلى أن الشخص الذي يفرق بين المهم والمتفاهمات يصبح أقل قلقا وأكثر وضوحا في حياته. فهو يتعلم أن يرفض أن يستنفذ طاقته في أمور لا تساعده على التطور. ويؤكد أن الحرية الحقيقية تأتي مع القدرة على تحمل المسؤولية والاختيار الواعي. كما يشير أن الاستمرار في الاعتراض على الحياة يؤدي إلى فقد السلام الداخلي. ويبين أن القبول بالألم والإحباط هو ما يمكن الشخص من التطور والاستقرار. ويؤكد أن النجاح والرضا لا يعتمدان على غياب المشاكل، بل على قدرتنا على التوجه للأمور المهمة. ويشدد أن تحمل المسؤولية والاهتمام بما يستحق هو طريقة الحرية والسعادة الحقيقية. وهذا هو الدرس الأساسي الذي يرسخ في نفوس القراء في هذا الفصل. في هذا الفصل التاسع، يوضح المؤلف أن قدرة الإنسان على القبول والتخلي عن الأمور التي لا تساعده هي أساس السعادة والرضا النفسي.
يشير أن الاستمرار في التمسك بالمشكلات والمتفاهمات يسبب إرهاقا دائما وتشوشا في الحياة. ويوضح أن النجاح لا يعني غياب الفشل أو المشاكل، بل في قدرتنا على التركيز على ما يساعدنا على النمو. فالمركز على الأهم والمجدي يحقق أقصى فائدة ورضا نفسيا. يؤكد الفصل أن الاهتمام بكل شيء يؤدي إلى تبديل الطاقة والإجهاد النفسي. ويبين أن الاستمرار في القبول والاعتراف بالحقائق هو مفتاح حياة أكثر وضوحا وتوازنا. فالقبول لا يعني السكوت عن الأخطاء بل فهمها والتعلم منها. ويشير أن الناس الذين يتعلمون هذه الفنون يستطيعون التخلي عن ضغوط الحياة والارتكاز على ما يساعدهم في النمو. ويؤكد أن الشخص الذكي لا يستغرق في القصص السلبية والمشكلات الباردة، فهو يمارس الفرز بين الأمور التي تساعده والتي تضيع وقته. ويشدد الفصل على أن الاختيار الواعي هو مفتاح الحياة المتوازنة. ويوضح أن الترك الذكي للمشكلات الصغيرة يمكن الشخص من التركيز على أهم الأمور. كما يبين أن القبول والتخلي لا يعني الخضوع، بل القدرة على التحكم في طاقتك ووقتك. ويؤكد أن الاستمرار في التمسك بالأمر الغير مهم يعرض الإنسان للإرهاق والتشتت. ويشير الفصل أن النجاح والرضا يأتيان عندما نتعلم أن نركز على ما يستحق اهتمامنا. فالقدرة على التخلي هي عامل مهم في تحقيق السلام الداخلي والنضج الشخصي. ويبين أن الإدراك والتفريق بين المهم والمتفاهمات يساعد على تقليل التوتر والقلق. وهذا هو الدرس الرئيسي في هذا الفصل: اختر ما توجه إليه طاقتك وتخلى عما لا يساعدك. في خاتمة كتاب فن اللامبالاة للمؤلف مارك مانسون، يؤكد المؤلف أن الحياة لا تكمن في السعادة المطلقة أو الخصوصية في تجنب المشاكل، ولكن السلام الداخلي والرضا النفسي يأتيان عندما يقبل الإنسان حدوده ويتعلم أن يوجه طاقته ووقته إلى ما يساعده في النمو والتطور. يوضح أن الاستمرار في اللوم والاعتراض على كل شيء يسبب إرهاقا وتشتتا في الحياة. فالفرق بين النجاح والرضا يقع في قدرة الشخص على تحمل المسؤولية والفرز بين المهم والغير مهم. ويؤكد الفصل أن تقبل الخطأ وتعلم الدروس منه يساعد على تقوية النضج النفسي والواقعية. ويشير أن الشخص المتوازن يعرف أين يركز طاقته وقلبه، ويترك ما لا يساعده في التطور والسعادة. فهذه الخاتمة تذكر القراء أن الحياة لا تقاس بعدد المشاكل والضغوط، بل بالوقت والطاقة التي نوجهها نحو أهم الأمور. ويؤكد أن الاختيار الواعي والتخلي عما لا يساعد هو مفتاح حياة أكثر وضوحا وتوازنا. فلا تخفوا من الفشل أو الألم، فهما جزء طبيعي من التجربة والتعلم. وعندما نقبل على مسؤوليتنا ونركز على الأهم، نحقق أقصى فائدة وسعادة نفسية. يذكر المؤلف أن الحياة لا تكمن في التمسك بكل شيء، ولكن في فهم أهمية كل شيء والاختيار الحكيم. ويشير أن تحمل المسؤولية والفرز بين المهم والغير مهم يساعد على تقليل التوتر وتحسين الواقع الحياتي. ويؤكد أن السلام الداخلي يأتي عندما نقبل حدودنا ونركز على ما نستطيع تحكمه وتغييره. ويختم الكتاب فكرته بأن القدرة على القبول والاختيار هي مفتاح السعادة والنضج الشخصي. ولذلك يدعوك المؤلف أن تتذكر أهمية ترك ما لا يساعدك وتوجه طاقتك ووقتك نحو أهم الأمور في حياتك. والآن، إذا أعجبك الملخص وأردت أن تصل لمزيد من الملخصات الهامة للكتب، فلا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصل بأخرج الملخصات حيا وفورا.